السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة ليفو تك. ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. موضوع فيديو النهارده هيبقى عن افضل 5 شاشات جيمنج في 2024. بلاقي ناس كتير جدا بتجمع البي سي بتاعها وبتجيب اقوى الامكانيات، وفجأة كده بعد ما تجمعوا وتشغلوا كل حاجة هتلاقيهم مشغلينه على شاشة ديل 18 بوصة من 2013. فيعني استغربت، قلت ليه يا جماعة؟ حرفيا الشاشة هي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش انك ما تجيبهاش. ليه؟ لان هي دي اللي هتنقل تجربتك. يعني حرفيا هي دي اللي هتشوف فيها كل حاجة، هتشوف فيها امكانيات البي سي بتاعك، هتشوف فيها الفريمز، هتشوف فيها كل حاجة. فحوار انك تجيب شاشة ده اهم من البي سي اصلا. ليه؟ لان هو اول حاجة هتشوف بيها. اكيد يعني مش هتجيب القطع بتاعت البي سي وهتبص من خلالها، اكيد يعني مش هتلعب عليها. فاهمني؟ فعشان كده الشاشة هي أهم قطعة بالنسبة لي قبل البي سي عامة. يعني لازم تتجاب. يعني أنت ممكن تجيبها قبل البي سي ذات نفسه. ليه؟ لأنك ممكن تستفاد منها، تشغلها، تحط عليها ريسيفر وتتفرج على أفلام مسلسلات كده. فاهمني؟ فالحوار الشاشة هتبقى معاك هتشتغل. لكن أنت لو جبت البي سي ونسيت الشاشة، ولا منك هتستفاد بالقطعة اللي انت جبتها، ولا منك هتستمتع بتجربة اللي هو الجيمنج. فاهمين؟ فعشان كده انا عملت لكم افضل 5 شاشات جيمنج في 2024، ويلا نبدأ. حاولت وانا بجمع الشاشات بتاعت النهارده ان انا اشمل كل الفئات. يعني ايه يا جو كل الفئات؟ يعني انا دلوقتي مقسم الشاشات اللي انا جايبها لثلاث فئات: فئة منخفضة، وفئة متوسطة، وفئة مرتفعة. طبعا انا قصدي بالثلاث فئات دولت الاسعار. يعني الاسعار المنخفضة هتلاقيها موجودة، والمتوسطة والمرتفعة. المرتفعة طبعا هتبقى في اخر الفيديو، لان احنا لو بدينا من مرتفعه هيتسد نفسنا على الدنيا. تمام؟ فمن غير رغي كتير نخش في خامس شاشه معانا، وهي اسوس تاف جيمنج في جي 24. حرفيا الشاشه دي يا جماعه من افضل الشاشات اللي انتجتها شركه اسوس، لان هي موجهه للفئه الكحيانه، الفئه المنخفضه، اللي هي معاها 5 6 7000 جنيه وعايزين يجيبوا شاشه بيها. في نفس الوقت تكون الشاشة جميلة والماتيريالز بتاعتها جميلة وإمكانياتها جميلة برضه. الشاشة دي بتيجي بحجم 24 بوصة، والدقة بتاعتها 1920 في 1080، والريفريش ريت بتاعها 144 هرتز، وزمن الاستجابة بتاعها 1 ملي سكند. من أقوى المميزات في الشاشة دي اللي هي بتيجي بسوفت وير جبار. السوفت وير ده بيدعم كذا حاجة منها، يعني على السريع كده الاكستريم لو موشن بلور والفري سينك بريميوم. وطبعا في وضع جامد جدا في الشاشة دي يا جماعة اسمه الجيم فيجوال. الجيم فيجوال ده باختصار شديد بيدعم لك 6 أوضاع مختلفة للألعاب. يعني انت دلوقتي لو بتلعب لعبه اي سبورتس مثلا ليها وضع مخصص في الشاشه دي، لعبه مثلا كومباتيتيف او لعبه مثلا ار جي بي ليها برضو وضع. انا هحاول اشرح الحاجات دي بتعمق اكتر في فيديوهات قدام، لان انا لو شرحت الحاجات دي دلوقتي الفيديو هيطول قوي وهيبقى زهق. نسيت اقول على حاجه بسيطه جدا من اول الفيديو، ان الشاشات كلها اللي انا هجيبها في الفيديو ده شاشات اي بي اس. للي ما يعرفش، في 3 انواع من الشاشات: في فئه تي ان، وفي فئه في اي، وفي فئه اي بي اس. الاي بي اس دي من الاخر احسن حاجه، والتي ان اقل حاجه او ارضى حاجه في الشاشات عامه. فعشان كده انا ما بحسبش الاي بي اس كانها ميزه، لان هي ال5 شاشات عامه فيهم الاي بي اس. فاهمين؟ طب دلوقتي يا جو الشاشه دي موجهه لمين؟ الشاشه دي من الاخر يا جماعه موجهه لواحد لسه مجمع تجميع جديد وعايز يشوف امكانياتها وادائها. طبعا الشاشه دي مخصصه بس للناس اللي بتلعب على 1080 وعايزه تلعب على 60 100 فريم 144 فريم بس. لكن انت بقى لو عايز تعلى 200 و240 فريم، لا نجيب شاشه تانية احسن من دي بكتير. فاهمني؟ لكن دي شاشه مخصصه للجيمنج متواضع زيي وزيك. تمام؟ لكن بقى انت عايز تشطح، استنى الشاشه التانية. والشاشه دي هي فيو سونيك في اكس 24. مواصفات الشاشة دي كالآتي: 24 بوصة حجم الشاشة، وبتيجي بمعدل تحديث 180 هرتز، وزمن استجابة 1 ملي سكند. وبيجي طبعا بالمميزات السوفت وير بتاعتها أقل من اللي قبلها، لكن أحسن في الريفريش ريت، وزمن الاستجابة يعتبر أفضل في فيو سونيك. مع إن فيو سونيك مش من الشركات المعروفة زي أسوس وكده، لكن هي ثبتت وجودها بالشاشة دي بالنسبة لي بسبب ان هي اي نعم تخليت عن بعض ميزات السوفت وير، لكن في المقابل هاخد ريفريش ريت اعلى. وطبعا حوار ان الريفريش ريت كل ما يعلى كل ما الاداء بتاع الشاشة بيبقى احسن، ده حوار صحيح، وانا مش هتطرق لحوار الريفريش ريت كل ما يبقى اعلى كل ما الاداء بيبقى احلى. ليه؟ دلوقتي بسبب ان هو موضوع يطول شرحه في حوار الشاشات عامه. لكن الشاشه دي جاب بيعتبر بنفس القيمه السعريه بتاعت الشاشه اللي قبلها، ويعتبر متخليه عن بعض الميزات، لكن ستيل كانت لو محتاج شاشه بريفريش ريت اعلى دي هتبقى مناسبه ليك جدا. قبل ما اكمل الفيديو يا جماعه انا عايز اوضح حاجه بسيطه: مش معنى ان انا جبت شاشه فيو سونيك بعد شاشه اسوس ان هي افضل.
لكن انا بقيم حسب الفئة السعرية. يعني الشاشتين دول بالنسبة لي حلوين وجامدين، لكن انت على حسب اختيارك كمستخدم، فاهمني؟ انت هتحب امكانيات شاشة فيوسونيك او شاشة اسوس، لكن دي عمرها ما كانت مقارنة، فاهمني؟ دي حاجة انا كنت عايز اوضحها قبل ما اكمل. ونخش في تالت شاشة معانا، وهي الاي او سي كيو 27 جي 4. الشاشة دي بتيجي بحجم 27 بوصة والدقة 2K 1440 في 2560، ونوع اللوحة او البانل فاست اي بي اس. وللي ما يعرفش يعني ايه فاست اي بي اس، من الاخر كده هي تقنيه محسنه من الاي بي اس العادي. والريفريش ريت بتاعها 180 هرتز، وزمن الاستجابه 1 مللي سكند جي تو جي. ومن مميزات الشاشه دي ان هي بتيجي بتقنيات زي الادابتيف سينس والجي سينج والديسبلاي اتش دي ار 400. ومن الحاجات اللي شدتني للشاشه دي هو التصميم بتاعها. وعارفين الشاشه فريمليس بطريقه عجيبه، لدرجه انك ممكن تلاحظ ان هي شاشه بدون حواف حرفيا. يعني الخط الفاصل ما بين الشاشه والحافه صغير لدرجة ان هو اقل من القلم، انت متخيل؟ يعني انت حاليا لو محتاج شاشة او بتحب الشاشات الفريمليس، الشاشة دي هتبقى الانسب ليك حرفيا وبدون مبالغة. ونخش في تاني وحش معانا، هو الاسوس روج ستريكس اكس جي 27 اي سي اس. الاسم اطول من حياتي بس عدوها دلوقتي. الحجم بتاع الشاشة دي بيجي بحجم 27 بوصة والدقة 1440 في 2560، يعني 2K برضه. ونوع اللوحة فاست اي بي اس. معدل التحديث 180 هرتز، وزمن الاستجابة 1 ملي سكند جي تي جي. التقنيات المدعومة في الشاشة دي هي الادابتيف سينس والجي سينك والاكسترنال لو موشن بلور، طبعا ما كانتش في الشاشة اللي قبليها، وبيدعم الديسبلاي اتش دي ار. اما بقى بالنسبه للتصميم، زي ما انتم شايفين يا جماعه، ولا اروع ولا احلى ولا اجمل. شركه اسوس بالنسبه لي بتتميز في فئه الديزاين بتاعها في كل شاشاتها عامه، بيبقى ليها لمسه كده. والشاشه دي بالذات ضايفين حاجه كده جميله اسمها ار جي بي. ضايفينه فين بقى؟ ورا. يعني انت لو قاعد بالليل على المكتب وعايز تشغل الار جي بي بتاع الشاشه دي، يا باشا شغل وهتلاقي الدنيا بتنور معاك. بنصح جدا الشاشه دي لاي حد عايز يجرب تجربه ال 2K على 180 هرتز، وطبعا اللي قبلها زيها يعني زي ما قلت لكم في الاول. ونخش بقى في الوحش بتاع الليله، اسوس روج ستريكس اكس جي 27 يو سي اس. الشاشه دي بتيجي بحجم 27 بوصه ودقه 3840 في 2160 4K يو اتش دي. نوع اللوحه فاست اي بي اس، ومعدل التحديث او ريفريش ريت 160 هرتز، وزمن الاستجابه 1 ملي سكند. وطبعا التقنيات المدعومه اكسترنال لو موشن بلور، تمام، والجي سينك والديسبلاي اتش دي ار 400. هي نفس مواصفات الشاشه اللي فاتت، لكن باختلاف ان هي 4K. وكون انك تلاقي شاشه 4K جيمنج ده صعب شويه، لكن اسوس وفرتها. الشاشه دي مش محتاج ان انا اقول مميزات فيها، بسبب ان هي خلاص قفلت محتوى الجيمنج. يعني انت لو عايز شاشه جيمنج ومعاك جهاز هاي اند بطريقه غبيه، الشاشه دي يا باشا واعتمد، وفكك مني وفكك من اي حد، تمام؟ انا قلت لكم النهارده عن افضل 5 شاشات في 2024. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. ودي كانت نهايه الفيديو طبعا، ويلا بيس.